عارف يوم وفاتك إيه اللي هيحصل؟ تعال أقولك. أهلك وصحابك هيبقوا تحت تأثير الصدمة، وهيقعدوا يعيطوا وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيدوروا على حد عشان يغسلوا، وبعد كده هيطلعوا تصريح الدفن، وأهلك وصحابك هيكتبوا على الفيسبوك بوست: توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني أو فلانة الفلانية، وصلاة الجنازة في المسجد الفلاني بعد صلاة الظهر. في اللي هيكتفي إن هو يكتب ريست إن بيس، وفي اللي هيكتب الله يرحمه يا نهار أبيض، وتليفونك هيفضل يرن لمدة 48 ساعة مثلا. الكل بيعزي اللي هيرد على التليفون. هيطلعوا بيك على مدافن العيلة، هيفتحوها، هيقلعوا الجزم وينزلوا يوصلوك، والشيخ هيقعد يدعي دعوتين ويقول لنا عبرتين، وهيقفلوا عليه وهنسيبك ونمشي. في ناس هتيجي العزا وهي منهارة، وفي ناس تانية هتيجي متشيكة وجاية تعمل الواجب، وفي ناس تانية جاية تقابل ناس من أهلها ما شافتهاش من سنين، فالعزا زيه زي الفرح. بعد كده هيروحوا ياكلوا عادي جدا. ملهمش نفس، بس لازم يعيشوا 2 3 4 شهر 2 3. الحزن بيقل 5 شهور، وصحابك وأهلك بيتفرجوا على فيلم كوميدي وبيضحكوا، مسافرين الساحل، وتفضل ذكرى، مجرد ذكرى. يا ترى اسمك لما هيتقال ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا الله يرحمه، كان طيب وابن حلال وخير، الناس كلها بتحبه. وفي اللي هيقول الحمد لله ريحنا منه، ربنا يجحمه مطرح ما راح. محدش هيقول الله يرحمه كان بيلبس احلى براندات، الله يرحمه. محدش هيقول كده. الحياة وعبارة عن ديكور هيتهد في اي لحظة، وهيبقى فيه صراط طويل أدق من الشعر وأحد من السيف، وآخره الجنة. يا تعدي بسلام وتدخلها، يا ما تعديش بسلام تدخل حاجة تانية. انبسطوا وقربوا من ربنا، لأن القرب منه متعة وراحة وطمأنينة وطعامة. ربنا يطول عمركم في الخير وفي طاعته ويحسن خواتمنا. عارف يوم وفاتك إيه اللي هيحصل؟ تعال أقولك. أهلك وصحابك هيبقوا تحت تأثير الصدمة، وهيقعدوا يعيطوا وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيدوروا على حد عشان يغسلوا، وبعد كده هيطلعوا تصريح الدفن، وأهلك وصحابك هيكتبوا على الفيسبوك بوست: توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني أو فلانة الفلانية، وصلاة الجنازة في المسجد الفلاني بعد صلاة الظهر. في اللي هيكتفي إن هو يكتب ريست إن بيس، وفي اللي هيكتب الله يرحمه يا نهار أبيض، وتليفونك هيفضل يرن لمدة 48 ساعة مثلا. الكل بيعزي اللي هيرد على التليفون. هيطلعوا بيك على مدافن العيلة، هيفتحوها، هيقلعوا الجزم وينزلوا يوصلوك، والشيخ هيقعد يدعي دعوتين ويقول لنا عبرتين، وهيقفلوا عليه وهنسيبك ونمشي. في ناس هتيجي العزا وهي منهارة، وفي ناس تانية هتيجي متشيكة وجاية تعمل الواجب، وفي ناس تانية جاية تقابل ناس من أهلها ما شافتهاش من سنين، فالعزا زيه زي الفرح. بعد كده هيروحوا ياكلوا عادي جدا. ملهمش نفس، بس لازم يعيشوا 2 3 4 شهر 2 3. الحزن بيقل 5 شهور، وصحابك وأهلك بيتفرجوا على فيلم كوميدي وبيضحكوا، مسافرين الساحل، وتفضل ذكرى، مجرد ذكرى. يا ترى اسمك لما هيتقال ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا الله يرحمه، كان طيب وابن حلال وخير، الناس كلها بتحبه. وفي اللي هيقول الحمد لله ريحنا منه، ربنا يجحمه مطرح ما راح. محدش هيقول الله يرحمه كان بيلبس احلى براندات، الله يرحمه. محدش هيقول كده. الحياة وعبارة عن ديكور هيتهد في اي لحظة، وهيبقى فيه صراط طويل أدق من الشعر وأحد من السيف، وآخره الجنة. يا تعدي بسلام وتدخلها، يا ما تعديش بسلام تدخل حاجة تانية. انبسطوا وقربوا من ربنا، لأن القرب منه متعة وراحة وطمأنينة وطعامة. ربنا يطول عمركم في الخير وفي طاعته ويحسن خواتمنا. عارف يوم وفاتك إيه اللي هيحصل؟ تعال أقولك. أهلك وصحابك هيبقوا تحت تأثير الصدمة، وهيقعدوا يعيطوا وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيدوروا على حد عشان يغسلوا، وبعد كده هيطلعوا تصريح الدفن، وأهلك وصحابك هيكتبوا على الفيسبوك بوست: توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني أو فلانة الفلانية، وصلاة الجنازة في